أول ما نحس إن الجو بدأ يبرد كده ونسمع صوت فيروز وهي بتقول رجعت الشتوية يبقى لازم نعمل شوية حمص الشام. أيوة بتاع الحبيبة ده يا جماعة بتاع الكورنيش. معاكم الشيف أبانوب والنهاردة نعمل شوية حمص الشام وهديكوا السر بتاعه، وممكن تفتحوا عربية حمص شام بعد كده. أول حاجة كده عندي ده نص كيلو من حمص الشام. طبعا بجيبه يا جماعة وانقعه لمدة ليلة في المية، وأغير له كل شوية المية لحد ما يبقى كده إيه الحمصة كبيرة كده وحلوة. شايفين الحلاوة والجمال؟ تعالوا بقى معايا نكمل الوصفة. يلا لايك وكومنت وكمان شير. عندي بقى حلة على النار، نزلت كده بمية وبدأت كده أنزل بالحمص بتاعنا وأغطيه وأسيبه كده حوالي ربع ساعة. شايفين ما طلعش ريم كتير عشان أنا في ال 12 ساعة وهو بيتغسل كنت بغير له المية كل شوية. تمام. عندي بقى كده دول طماطميتين أنا بشرهم ومسبكهم. عندكم طماطم معصورة على طول ممكن تحطوا، وممكن تحطوا معاها معلقة من الصلصة، وأضيف بقى شوية إضافات. إيه هي؟ عندي كده حوالي فصين 3 من الثوم، وابدا كده ادي التقليبه تمام وهو خلاص بدا يدخل في السوا. ابدا انزل كده بمعلقه كبيره من هريسه الشطه، هتدي طعم حلو جدا يا جماعه للحمص كده وهو بيتسلق. مش هتشطشط بس الحمصيه نفسها تبقى هتبقى طعمها حلو. في ناس بتحط بصل وفي ناس بتحط طماطم وفي ناس بتحط حاجات غريبه، حطوا مش مهم. عندي بقى شويه من الملح وشويه من الكمون. هبدا كده ادي برده التقليبه تمام وبدات اشم ريحته. اول بقى ما اشم ريحته اسيبه كده ويلا بينا نعمل الدقه بتاعته. هي الدقة فاكرين التوم؟ هبدأ كده اخد كده فصين 3 من التوم، وعندي كده معلقتين من هريسة الشطة وشوية من الخل وكمان شوية من عصير الليمون، خلوا بالكم من البذر. وعندي بقى شوية من الكمون وشوية من الملح، واخد بقى مغرفتين 3 كده من مية سلق الحمص. هتقولوا لي طب يا عم مش هتحط شطة؟ اقول لكم انا حاطط هريسة شطة. تمام. عايزين تحطوا شطة حطوا. في ناس انا اعرف ناس بتحب قوي الشطة، قولوا لي بقى انتوا بتحبوا الشطة ولا لا؟ انا عايز اعرف بقى اللي بيتابعني بيحب الشطة ولا لا. شايفين الحمص بقى شايفين اللون بتاع الشوربه بتاعته او الميه بتاعته حلوه جدا يا جماعه. بجد لازم تجربوا طريقتي، بجد بجد هتحسوا انكم في اسكندريه او ماشيين على الكورنيش هنا في القاهره. هبدا كده اقلب بقى التقليبه تمام وكده الحمص بتاعنا استوى وما خدش اكتر من نص ساعه لساعه الا تلت. هبدا كده اخد بقى الحمص بتاعنا ابدا احطه في الكوبايات ويلا بقى بينا بالدقه الجميله. شايفين الدقه؟ طبعا دقه مشطشطه وزي العسل. هبدا كده احط بقى الدقه بتاعه الحمص الحلوه دي ويلا بينا بقى نحط الشوربه. انا عايز اقول لكم بس ان الشوربه دي بصوا تتشرب كده من غير حمص. احنا لما بنيجي كده نشرب من عند بتاع الكورنيش بيحط لنا حبيتين 3 حمص ويحط شوربه ودقه كتير، لكن احنا عاملين هنا وعاملين حمص كتير بقى للناس اللي بتحب الحمص. يلا اعملوا الوصفه وجربوها على طريقتي، بجد هتعجبكم قوي وهستنى رايكم وهستنى الصور بتاعه الحمص اللي انتوا عملتوه في البيت، وقولوا لي طريقتي حلوة ولا لأ. كان معاكم الشيف أبانوب، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له شير لكل حبايبكم وقولوا لهم بدل ما تمشوا على الكورنيش كوبايتين حمص وعلى البلكونة. يلا باي باي.